أعرفكم بنفسي. أنا دينا عقبة، مهندسة ديكور وفنانة منمنمات، فنانة فن المصغرات. عندي الموهبة ديت وابتديت أنميها وابتديت أشتغل على نفسي كتير، أشوف فيديوهات وأشوف حاجات كتيرة بتتعمل إزاي. الحمد لله بقالي تقريبا في المجال ده أكتر من 10 سنين. مع هذا المجال برضو فن المنمنمات بعمل فيه فن اسمه إعادة التدوير. كل العلب اللي فاضية والحاجات اللي فاضية دي بعمل لها فن الريسايكل اللي نستفيد بيها في فن المنمنمات. القطعة، أي قطعة بعملها مثلا بتاخد وقت مختلفة عن التانية حسب ايه الدقة أو حسب التركيز أو حسب الديتيلز اللي بتتعمل فيها طبعا، وحجم القطعة يختلف من حجم كبير وحجم صغير. بنستعمل مواد خام هنا، عجينة صلصال. هي عجينة صلصال، في منها بيبقى جاهز وفي منها بيتعمل في البيت. كل عجينة ليها الطبيعة الخاصة بتاعتها. في عجينة تنشف في الجو، في عجينة لازم نحطها في الفرن، وفي تعليمات طبعا على كل واحدة. طبعا أنا ابتديت أنمي العجينة دي، استعملتها في البيت وبعملها في البيت من مواد خام بسيطة جدا. زودت بقى الاستوديو اللي عندي لاني بقيت اعمل عجينه، بديت اشتري اجهزه وحاجات تساعد في العمل المصغرات ده. حاجات كده لان فن المصغرات دخلت فيه فن الخشب، شغل الخشب والسيراميك والحاجات دي كلها. فابتديت اشتري مواد خام واجهزه وحاجات كده من ساعات ما تبقاش متوفره كتير في مصر مثلا، فابتديت اشتريتها اونلاين. انا بشتغل دايما مع موقع امازون، موقع اسمه ايه يا رب اسمه الرحيم، موقع علي بابا، لانه موقع حلو جدا وبتلاقي فيه اي حاجه ما بتلاقيهاش بره بتلاقيها عند علي بابا، واسعارهم حلوه واي حاجه بتبقى عاوزها تلاقيها موجوده يعني. فبشتري منهم الاجهزه كلها والمواد الخام، والحمد لله الهواية دي ابتدت تنمو. بالنسبة للفن دوت في مصر ما هواش منتشر كتير، بس ريسنتلي يعني أخيرا كان ابتدى يعني يطلع ويبان. احنا عندنا في مصر قدرات وعندنا مواهب لا تقل أهمية عن المواهب والقدرات اللي هي بتاعت بره، بس محتاجين تركيز ومحتاجين المواد الخام زي ما قلت لحضرتك ان احنا تتوفر عندنا ونلاقيها بسهولة. مش كل واحد بيبقى عنده المقدرة ان هو يجيب اونلاين، بس ان شاء الله يحصل. و لان احنا ممكن ننافس بره في الفن ده. فن جميل جدا، فيه قوة، يعلمك الصبر، يعلمك قوة التحمل، يعلمك ريلاكسيشن، انك تركز. انا ما اقدرش اقول لك ان الاستوديو بتاعي ده فعلا راحة نفسية. كمان انا عندي قناة فتحتها على اليوتيوب زي ما قلت لكم، وموجودة على التواصل الاجتماعي. ساعات الناس بيقولوا لي انت ازاي بتطلعيها بالشبه الواقعية كده. بصراحة انا بشتغل عليها كتير، وبجيب اي قطعة بحاول اعملها. لو هعمل اكلة معينة مش بجيب صورة، ما بعتمدش على صورة، بعتمد اكتر ان انا اجيب الحاجة احطها قدامي واحاول اقلدها في اللون وفي التكتشر يعني كل حاجة اقرب ما يكون للواقع يعني. وطبعا لسه محتاجة طبعا فايدة الفن ده ايه؟ ان انا بستعمله في ايه؟ انا بستعمله ان انا بعمل منه هدايا، بيرسوناليت جيفت، فمغناطيس تلاجة مثلا. في ناس بيبقوا طالبين مثلا شكل معين او حاجة معينة فبيطلبوها بعملها لهم. كمان بعمل دروس اونلاين، بعمل ورشات عمل اونلاين. بالنسبة للناس اللي حب ان انا اديهم موهبتي، عملت قناة على اليوتيوب وهي قناة 100% مجانية، بحط فيها كل خبراتي وكل الحاجات اللي اتعلمتها. وأي حد يحب مساعدة في الفن ده ياخد معلومات عنه وكل حاجة، تحت أمركم. فعلا عشقي هذا الفن. أنا مبسوطة النهاردة كتير إن انتوا كملتوا الريفيو ده معايا، وشكرا. كده دورة سريعة كده في المكان اللي بشتغل فيه في الاستوديو بتاعي. طبعا هو زحمة جدا، بس معرفش اشتغل فيه الا لو كان كده. في مقسمة اجزاء، كل جزء فيه حاجة معينة. هنا الترابيزة اللي بشتغل عليها وفيها المواد الخام اللي بعمل بيها، وهنا جزء اللي فيه جزء الريسايكل، اعادة التدوير. طبعا كله ازايز فاضية وحاجات علب فاضية وحاجات كده بستعملها، طبعا بتدعم شغلي مع الصلصال. يعني لو عاوزة اعمل اكلة معينة، عاوزة اعمل لها طبق، فبعمل اطباق من الحاجات دي. طبعا دي هديتي للناس بتجيبها لي. هنا جزء بقى اللي فيه الأجهزة اللي هي المنشار والصنفرة والحاجات دي كلها، بتخدم برضو فن المصغرات. هي دي الحاجات اللي قلت لحضرتك عليها اللي بجيبها من عند علي بابا. وهنا ده حاجات تانية برضو كده. ده هنا جزء اللي فيه الأخشاب
بستعمل الخشب برضو في شغلي بيساعدني، كل أحجامه وأشكاله بجمع. قعدت طبعا فترة طويلة عشان أجمع الحاجات دي كلها بتفيد وتنفع. ده أحد المشاريع اللي عملتها، ماكيت صغير عن البيت أو حارة مصرية قديمة. طبعا شايفين الزير وشايفين السجادة ومضرب السجاجيد وغسيل على الحبل والباب القديم والست بتبيع الخضار. رحنا جنبيها بقى في هنا بيت مودرن، في طبعا الطب المذهب هناك والطقم الارابيسك بالخشب. كل دي حاجات انا عاملاها بالخشب وبفن اعادة التدوير. والسفرة ديت وعليها اكل جيلي يعني كل حاجة بتخدم الفن ده. بصراحة هو فن ممتع جدا، ويعني اللي بيحبه فعلا مش هيقدر يسيبه. برضو من حاجات برضو اللي بحبها فن اعادة التدوير. عملت البوفيه ده، فندق 5 نجوم. هنا البوفيه ده كل حاجة معمولة فيه من إعادة التدوير، ما عدا الأكل معمول بالصلصال. كل أنواع الأكلات. طبعا أنا شغلي كله بعد ما بخلصه بديله طبقة ورنيش كده عشان أحتفظ بيه، عشان يعيش معانا مدة طويلة يعني. بس أخدكم بقى معايا وانتوا تشوفوني وأنا بشتغل إزاي. أهو المكان جميل دافي مع كوباية الشاي، وقاعدة أشتغل بقى لوحدي. انا مثلا دلوقتي اليومين دول احنا داخلين على اعياد الكريسماس واعياد الميلاد، فانا دلوقتي بعمل حاجات للكريسماس. شايفين العجينه دي عجينه ناشفه شويه، في عجينه تانية نوعين العجينه اللي بشتغل بيهم طريه. شايفين طريه ازاي؟ طبعا دي بتتعمل في البيت، بستعملها بقى حسب الحاجه اللي بعملها. بستعمل سواء العجينه دي او العجينه دي، وبحفظها في التلاجة، بعمل بيها التورت والاشكال دول. وبعدين بلمعها علشان زي ما قلت لكم قبل كده ان هو الواحد يقدر يحتفظ بيها وتبقى يعني تفضل تقعد مدة طويلة يعني. الأطباق طبعا اللي أنا حاطة فيها معمولة من فن إعادة التدوير. كل الحاجات دي طبعا شرحها ازاي بتتعمل وشرح تفصيلي في القناة بتاعتي اليوتيوب. يا رب تكون عجبتكم. مبسوطة ان انتوا كنتوا معايا النهاردة. باي باي.